العلاج في دم المسيح وصلبه من كتاب لا أنا بل المسيح للكاتب واتشمان ني. الرسول بولس بيختصر الحياة المسيحية في جملة: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لقد مات يسوع بدلاً عنا عشان غفران خطايانا، وبيعيش فينا عشان يحررنا من سلطان الخطية. وبيوضح الكاتب الفرق بين الخطية والخطايا. فالخطايا هي اللي ارتكبناها ضد الله، وهي كتيرة مش هنقدر نعدها. لكن الخطية هي الطبيعة الخاطئة اللي بتقودني لارتكاب الخطايا. وزي ما بحتاج لغفران الخطايا، بحتاج للخلاص من سلطان الخطية. علاج الخطايا هو دم يسوع. الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. رومية 5:8-9. وعلاج الخطية هو صلب المسيح. وبيقول الكاتب إنه في سببين بيخلوا في احتياج لدم يسوع. السبب الأول علاج الخطايا. بوجود الخطايا انفصلت عن الله، وبمساعدة الضمير شعرت بالذنب، وأصبح عند إبليس صك اتهام وشكاية أمام الله. وهنا كان الاحتياج لعلاج للخطايا والذنب والشكاية. وكلمة الله بتعلم إن دم المسيح ليه القدرة إنه يحل مشكلة خطايانا نحو الله، ومشكلة إحساسنا بالذنب نحو نفسنا، ومشكلة الشكاية من إبليس. أول مشكلة خطايانا أمام الله. في الكتاب المقدس ترتبط فكرة الدم بالكفارة، ولأجل غفران خطايانا كنا نحتاج لسفك الدم. وهنا جه دور يسوع ابن الله اللي سفك دمه على الصليب، وقدم حياته الخالية من الخطية ليكفر عن خطايانا ويرضي الله البار القدوس. فدم المسيح كافي إنه يدفع أجرة خطايانا، وبقى لينا الحق للدخول في علاقة مع الله على حساب دم يسوع وعمله الكامل على الصليب لأجلنا، مش على حساب بر فينا. وسأل الكاتب: إيه أساس اقترابك إلى الله؟ هل بتقرب منه على حساب استحقاقك وعمل قمت بيه، ولا على حساب دم يسوع؟ وافتكر إن مهما كانت قداستك اليوم أو امبارح، أو مهما كنت أخطأت بإرادتك أو بغير إرادتك، فأساس اقترابك إلى الله هو على حساب دم يسوع المسيح بس، ومش على أساس غيره. تاني مشكلة الضمير وإحساسنا بالذنب. في عبرانيين 10:22 بيقول الكتاب: لنقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. خطايانا فصلت بيننا وبين الله، وبسببه كان ليا ضمير شرير، ولكن دم يسوع طهرنا من خطايانا وزال الحاجز بيننا وبين الله. وبقبول عمل يسوع بالإيمان بيطهر الضمير وبيزول الشعور بالذنب. فدم يسوع يطهر الضمير من كل خطية ومن كل شعور بالذنب. ثالث مشكلة هي شكاية إبليس. بسبب خطايانا أخذ إبليس سلطان على الإنسان، لكن دم يسوع دفع ثمن خطايانا وحرر الإنسان من سلطان إبليس وسلطان الخطية، وما بقاش في مكان لشكاية إبليس علينا. فمهما كانت خطايانا نفتكر إن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. يوحنا الأولى 1:7. مهما كانت شكاية إبليس علينا، فجواب الله عليه دم ابنه الغالي. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من الذي يدين؟ المسيح الذي مات، بل بالحري الذي قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي يشفع فينا. رومية 8:33-34. ويوضح الكاتب إن إبليس بيشتكي علينا مش قدام الله بس، لكن قدام ضمايرنا، وبينجح إذا خلانا نبص لنفسنا وضعفنا بدل من ثقتنا في كفاية عمل دم يسوع المسيح. افتكر إن دم يسوع هو الإجابة الوحيدة على شكاية إبليس عليك. السبب الثاني علاج مشكلة الخطية والطبيعة الفاسدة. فقد ورثنا طبيعتنا الفاسدة من آدم، فنحن لسنا خطاة بسبب خطيتنا الشخصية، لكننا خطاة لأننا جئنا من أصل خاطي بسبب سقوط آدم. لكن قال الكاتب إنه في حل موجود في رومية 5:12-21. كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. ففي آدم ننال كل ما هو لآدم، وفي المسيح ننال كل ما هو في المسيح. وهنا كانت خطة الله لخلاصنا من الطبيعة الفاسدة هو موت المسيح على الصليب.
وبموت المسيح كآدم الأخير متنا معه. إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. كورنثوس الثانية 5:14. عندما صلب المسيح صلبنا جميعا معه، وعندما قام قمنا معاه، خليقة جديدة بطبيعة جديدة مش سقطة. وبكده فإن الصليب هو العمل الإلهي اللي نقلنا من آدم إلى المسيح. وفي النهاية دم يسوع وصلبه وقيامته عالج مشكلة الخطية والخطايا، ونقدر نعيش حياة مسيحية أساسها المسيح الحي فينا. الفكرة خلصت، بس الكتاب مليان بالتفاصيل. بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.